أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم بره الصندوق في شباب كل يوم. الحقيقة لما بيكون هناك بعض الأنشطة وبعض المبادرات وبعض الاتحادات اللي بتلعب دور مهم جدا ومؤثر جدا في المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية بيبقى شيء رائع. النهاردة ضيفي مهتم انه يبقى فيه تغيير في المجتمع اللي هو بيتعامل معه هو المجتمع النمساوي، تعريف الشباب العربي بالمجتمع النمساوي وتعريف المجتمع النمساوي بالشباب العربي ومحاولة الدمج ما بين المجتمعات الغربية مع المجتمعات العربية. أعتقد أن ده شيء مميز جدا، عشان كده احنا حبينا نلقي الضوء النهاردة. فخلونا نرحب بضيفي اللي بيشرف النهاردة في الاستوديو، الأستاذ أحمد مرعو، رئيس الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج. يا اهلا شرفني وسهلا. ومنورني. يا اهلا وسهلا ايه استاذ محمد، الاخبار؟ الحمد لله. مبدئيا كده، ايه موضوع الاتحاد؟ الفكرة مبدئيا جت منين وايه الغرض منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج هو موضوع يعني قديم جديد بالنسبة للثقافة العربية في أي مغترب أو أي مكان آخر غير المجتمع المصري. وبناء عليه عولنا طبعا الثقافة مستمرة والكتابة مستمرة. تحدثت مع بعض الإخوة يعني نكون مجموعة معينة ونتناقش في أمور الثقافة والفكر، ولا ننسى هويتنا العربية. تمام. فكانت توجد قبل ذلك بالانضمام لاتحادات وجمعيات أخرى، ولكن أردت من الاتحاد الخاص بي أن يكون المعول الأساسي فيه هو النوع الثقافي أو الفكر الأدبي الذي يرتقي بمستوى العضو المشترك فيه. اللي هو الاتحاد، الاتحاد الالتقاء العربي بالاعضاء الاتحاد. بأعضاء الاتحاد وكل من يندرج بعد ذلك في الدخول إلى الاتحاد أو ينتمي للاتحاد حتى بمجرد الهوية أو طيب اللي هو الانضمام ليه من شخصيات عربية بس ولا في شخصيات نمساوية؟ لابد. وطالما الاتحاد اسمه الاتحاد العربي النمساوي يبقى لابد يكون في عرب وفي نمساويين. مم. لو جينا على كلمة النمساويين، الواجب الأساسي يكون نمساوي الأصل، من مولود في النمسا من أصل نمساوي. ها، ما يبقاش جنسية مثلا. لا، ما يبقاش جنسية وإلا يبقى ما أضفنا شيء. ها. طيب الآن تجنس ناس كثر بالجنسية النمساوية، وأصبح الموضوع كاللف والدوران. أنا نمساوي ومشترك في الاتحاد كنمساوي، مم. لكن المقصود النمساوي الأصل، الجذور، الذي ليه؟ يقدم شيء. الهدف من الفكر، أنا أقدم فكري الشرقي وأنا أحتاج الفكر الغربي. بمعنى. بمعنى أقدم ما عندي من فكر وما يقابله في الغرب من فكر آخر. طب ما هو في ممكن يكون في تضاد في بعض الافكار. التضاد لابد يكون موجود، مش ممكن. مم. التضاد موجود في وجهات النظر، كلها دائما مختلفة، والخلاف والاختلاف موجود. مم. لكن احنا نعمل على تقريب المسافات بين هذا وذاك. الشيء تمام. الجميل عندك أخذ منه، والشيء الجميل عندي أعطيك منه. كويس. تبادل ومزيج، وهذا الاندماج. مم. في نقطة عالقة بين وبين، نحاول نذيب هذه النقطة لننزل بها من هنا ومن هناك، لنتناول الموضوعات الجيدة طيب، التي تخدم الجميع. عدد المشتركين في الاتحاد من العرب قد ايه ومن النمساويين قد ايه؟ هو حاليا الاتحاد أساسا مدته، احنا احتفلنا من شهرين بمرور عام على إنشائه في شهر أبريل. مم. هذا العام العدد الأساسي فيه لابد أن يكون عرب ومصريين بالأخص، لأن أنا مصري، فبدعو كل واحد بدعي فريقه. بيدخل معنا إخوة عرب من دول تانية أخرى، نرحب بهم. هنا
نركز في المرحلة التي تجمع النمساوي اللي هي أبنائنا اللي هم في مدارس وجامعات نمساوية، لابد أن له زميل نمساوي الأصل يجذب إلينا تمام. كما حضر معنا في ندوات أخرى. دي طريقة فالعدد الكبير، دي طريقة في جذب الأفراد، إنما أنا عايز أعرف أعداد الأعداد بالتقريب يعني. يعني قربنا من 60 عضوا، ها. منهم قليل من النمساويين الأصل. بس ده رقم قليل قوي، آه، يعني مرور سنة والرقم قليل، يعني النشاط عايز يزيد شوية. الاتحاد ليس بالضرورة يكون 5000 عضو ها. ومرة لا، واحدة. علشان يكون له تأثير. أنا ليا بس. 60 عضو في النمسا، وفي مصر هنا في القاهرة 60 ها. أخرى. ها. أنا أركز يعني وأعلنها من هنا، أركز على العضو المصري أو العربي المقيم في القاهرة، لأن هم دول شعلة النشاط والأدب. أنت ممكن تلاقي أعضاء موجودة في الغرب، وليس بالضرورة يكون ممكن 3 شعراء من 5000 عضو. التبادل الثقافي من خلال كلام حضرتك هل معتمد على الشعر بس؟ الشعر والأدب عموما، النثر والمقالات والخواطر، والأهم من هذا وذاك الفكر الذي يضيف. كثيرون كتبوا الشعر وكتبوا الأدب وكتبوا المقالات. هل ممكن ان احنا نلاقي ديوان خارج من الاتحاد بيجمع ما بين شعراء مصريين وشعراء نمساويين؟ هذا ما أعد له، ليس بالضرورة ديوان، ولكن أعد الأعضاء العمالقة. وكنت بالأمس مع عضوين دكاترة كبار في النقد والأدب، منهم الدكتور وائل علي والدكتور محمود خليل، وهؤلاء الأعضاء عمالقة في الفكر والأدب، لنتناول كتبي والنقد الكتاب على مئة الحج وتحليل الفكر الذي أقوم به في الغرب وأقدمه. هذان العضوان لا يمكن أن تجد منهم في الغرب أعداد على اليد الواحدة. الغربة حضرتك تعلم أن الغربة كلها بالأساس من أجل المادة ومن أجل الحالة الاجتماعية. الدارس درس وعاد اجتماعيا واقتصاديا. ومعظم من عملوا في الفكر والأدب تركوا الفكر والأدب للاهتمام بالحالة الاجتماعية. فيبقى إذن الاتحاد عندي هو في العالم كله. الاتحاد عالمي، أجمع أعضاء من المغرب العربي ومقيمين هنا في القاهرة، ليس بالضرورة أن أذهب إليهم في المغرب. طب أنا أيوة، الخطة الموضوعة للاتحاد إيه؟ الخطة الموضوعة للاتحاد إنه نقيم منهج أدبي فكري، وليكن على غرار أدباء المهجر في القديم، تناول موضوعات ثقافية تخدم الجالية في الغرب، نقف بحوار بناء مقابل الحملات اللي هي التي تقوم ضد الإسلام أو العرب أو الشرقيين عموما، الأحزاب المتطرفة، ونوضح لهم الصورة، نقول لهم هذا هو إسلامنا، هذا هو فكرنا العربي. الناسنا عالم متخلف، لنا فكر ولنا أدب، ونحن من جذور حضارية سابقة التي علمت العالم. فأنا ممكن لابد أن تعرفني وترجم لك هذا الديوان لتعرف ما به. الشعر الأجنبي عندما يترجم كلمات مرسلة ليس فيها جرس موسيقي. حتى بعض أعضائنا الجمال أو الذين يكتبون الشعر بالقافية والموسيقى الجميلة يكتبوا باللغة الفرنسية أولا ثم يترجمه إلى العربية، لأنه يكتبوا باللغة الفرنسية بالقوافي الفرنسية. أما لو كتب بالعربية يتحول إلى سرد. ونحن نرتقي، أنا في الاتحاد العربي النمساوي أدعو إلى كل من يجد في نفسه الفكر والأدب، المقدرة، العمالقة، نود أن ننهض بالأمة وبالفكر العربي وبالفكر الأدبي
بمستوى عالي. هل الاتحاد بيستهدف الشباب بشكل خاص ولا لا، ولا الاتحاد مستهدف كل الفئات العمرية؟ لابد أن يستهدف كل الفئات العمرية، ولكن أحيانا تسلط الضوء على شيء معين أو فئة معينة كانت هي أساسا طرح الموضوع في هذا الوقت. دور المرأة مثلا في الغرب، نتناول هذا الموضوع حينما المرأة يهضم حقها أو تتخلى عن دورها الريادي في تربية الأسرة، نعيدها إلى دورها الحقيقي. لا تنشغلي بمجريات العصر، لا تنشغلي بالموضة والمنتديات الثقافية والرحلات والحفلات وهكذا. أنت لك دور أساسي قبل ذلك، وهو تربية الأسرة، تنشئة الأسرة. حتى أنا في رسالة الدكتوراه الخاصة بالاستقامة وأسرار على الشخصية المسلمة في الغرب ركزت على دور الأسرة أو المرأة المسلمة أو العربية أو الشرقية في تربية وتنشئة الأسرة. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيبا. يعني الاهتمام هنا مرحلة بنهتم بالجزء الشرقي والغربي. لماذا؟ يعني أنا شايف كلام حضرتك كله على المرأة العربية. لا، أنا كلمت حضرتك بقول لك فئة معينة، وليكن في هذا الوقت المرأة حينما تتخلى عن دورها وتنجرف إلى الموضة. ما هو الغرب احنا بدأنا في الغرب في بداية كنا نطمح إلى المعيشة الرغدة، تكوين أسرة، تكوين حياة اجتماعية كويسة. عندما تزداد وتصل إلى هذا الحد يصل معه الغرور والتخلي والانسلاخ، الغنى أحيانا وكثيرا ما يفسد المرء عندما يغنيه الله سبحانه وتعالى. فعندما يعني المرأة تتحرر من المجتمع الشرعي، كانت تربي وهي العائل وهي التي تطبخ وهي التي كذا وكذا وكذا وكذا. عندما في الغرب تجد غير ذلك، المرأة تعمل، المرأة تتناول طعامها وطعام أسرتها من المطاعم. ينحصر دور المرأة هنا أن هي تعمل وأنت أيضا تعمل، والأولاد في الحضانة والأولاد في المدرسة. هنا احنا بنعيد الدور المحوري، دور الأم كأم، دور الأب كأب لا ينسلخ ويترك زوجته تعيش هي وحدها وهي المسؤولة في الدور الأول والأخير عن الأسرة، وأنت أيضا مسؤول. الانحراف نفعل ذلك وركزت عليه في رسالتي. الهدف كله الأساسي عدم الانحراف والانجراف نحو الرذيلة. أنا أحافظ على ابني، أنا لن أكسب شيء من أيوة، بس كل ده يتم إزاي؟ هل هيتم بالتوجيه والإرشاد، ولا هيتم بالتوعية الدينية، ولا هيتم بالتنمية الذاتية، التنمية البشرية؟ نعم. يعني ده محطوط له بلان إيه أو الخطة إيه؟ محطوط له بلان إيه؟ تثقيف الشخص أساسا، الرجل أو المرأة سواء، تثقيف الشخص اللي هو اغترب، اللي هو أساسا ذهب إلى الغرب. ممكن أبنائي ولدوا في الغرب، أنا أركز على العضو الأساسي الذي انتقل إلى الغرب ليفعل كذا وكذا وكذا. عندما يحيد عن الدور المنوط به نرجعه. أنت الواجب عليك أن تقرأ وتقرأ تاريخ أمتك، لا تنجذب الآن وتقول الفيسبوك والواتساب وكذا. ما احنا العرب عندك عملك في نقطة مهمة. اتفضل. الفيسبوك والواتساب نعم. والانستجرام وخلافه نعم. بقوا جزء أصيل نعم. في التعاملات الاجتماعية. نعم. مش هينفع ان احنا ننكر عدم وجوده لانه فرض نفسه علينا. انا لا اقصد ان انكر هذا، انا اقصد هم فعلوا هذا وخدمنا كثيرا نحن، وانحرف البعض نتيجة استخدامه الخاطئ له. نحن نوعي. الفيسبوك لن يفيدك شيئا إذا جلست أمامه طول النهار والليل. الفيسبوك هو خادم معين تعلم منه معلومة، يعني أحيانا نعلم وفاة زميل، هذا شيء جيد. أما الثرثرة طول النهار والليل، صينية كيكة عملتها دور المرأة، أنا رجعت دور المرأة الآن دلوقتي، صينية كيكة واتحرقت، صينية كيكة واتعملت،
هذا ليس دور المرأة. بس أنا الدور ممكن طريقة صناعة الكيكة ال- ده برضه بيعلم النساء الأخريات نعم، يعني ونحن ماشي. نحن ده نحن نعيد لذلك. يعني نعترض على ان اتحرقت وتطلع تقول انا صينية الكيكة انا متفق ما معاك. هذا بس يصل بنا إلى الإسفاف الثقافي. اه نشغل 700 تعليق، اتحرقت، كان كذا كاوتش كذا كذا. إنما عندما نتكلم في الموضوع الجاد والهام الذي يفيد، تعليقات بسيطة. أنا لا أريد الإسفاف الثقافي، أنا أريد الدور. نرجع إلى دورنا. نحن عمالقة حينما نريد أن نكتب. حينما أنا طول الليل والنهار أكتب، أقرأ. هذا ليس من قبيل أن أتكلم عن نفسي. أنا قرأت زمان وكتبت زمان، ولم أدرك في يوم من الأيام أن أجلس أمام حضرتك في القناة عشان أتكلم عن اللي أنا كتبته. اه هي تأتي بمحض القدر. يبقى إذا اقرأ، اعمل. زي مثال أجنبي اللي أنا أخدته من زمان، من مدة 40 سنة. إذ لم تفلح في بادئ الأمر فحاول ثم حاول ثم حاول من جديد. اه المحاولة، اكتساب الثقافة، الفكر، مزجه، تطعيم الفكر. عملوا فيسبوك، أعمل فيسبوك، أعمل شيء بديل. عملوا برنامج انترنت استفيدوا في بث برامج العلمية، أضيف لها. لا عملوا مصحف، عملوا لنا بس حاجات اسمح لي جميلة. برضو يعني، اتفضل. ما هو المجتمع فيه الخير وفي الشر، نعم. المجتمع فيه الحلو وفي الوحش، نعم. المجتمع فيه الإيجابي وفي السلبي. نعم. فأنا فكرة إن أنا أقول ده موجود وننتقده، أوكي، بس إحنا المردود إيه؟ المردود المواجهة إزاي؟ يعني إذا كان ده بيجذب الآخرين إن هم يقعدوا يتفرجوا عليه زي الترند السلبي كده، فين الترند الإيجابي اللي أنا أخلي الناس كلها تقعد تتفرج عليه؟ أنا يعني ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة. أنا أعمل على مزج ثقافي. مم. هم عملوا أشياء جميلة، ماذا عملنا نحن؟ أنا أحفز مم. نفعل مثلهم. الغيرة هل في تناولت ده شعريا؟ تناولت موضوعات كثيرة، يعني منها ما يكون في وقته، منها لا تصلح الآن في كذا. تناولت كل القضايا. إيه اللي ممكن نسمعه بما إن حضرتك تناولته شعريا، اللي هو الدمج ما بين الثقافتين، النمساوية والعربية؟ ليس بالضرورة يعني تكون شعريا كتابة في الشعر بالدمج والكذا، لأن الشعر لا يتوافق مع كتابة هذه الأحداث، لأنها ليست قصيدة حب أو كذا. ولكن كتبت في كتابي التيارات المنحرفة وأثرها السلبية على المجتمع، موضوعات شتى، عالجت كل الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية في الغرب. موضوعات نشرت في الصحف وكانت تعالج شيء معين. مثلا أحداث الطيارة التي أسقطت أو التي سقطت، مم. عندما كتبت عنها تناولتها بموضوع أدبي. مم. تناول الموضوع، وهذا ما أقصده. مم. تناولت الموضوع. أنا كنت على هذه الطائرة وأسقطت بالطائرة، وحاورت والدتي وحاولت زوجتي، وأقول أودعك يا زوجي الحنون، أودعك على أمل اللقاء، فلربما نتقابل في جنة الأحباب. هذا سامحيني عندما يسألك طفلي الحزين أين أبي أين كذا. فهذه مشاعر، وبكيت في هذه المعالجة. مم. أنا بحط نفسي مكان أم مكلومة، مم. أو زوجة حزينة، أو زوجة فقدت العائل الذي يعولها، مم. أو زوجة فقدت تعليم ابنها. ما هو دايما، ما هو الشعراء بيبقوا احساسهم بالحلاوه فبيكتبوها. يعني دايما الشعر كده، او حتى القصص بيبقى كده، الروائي بيبقى كده، بيتعايش مع الحاله فعشان يحاول ينقلها. انما انا خليني هنا مع الاتحاد بقى. نعم. هل في اي انشطه تم اقامتها من خلال الاتحاد؟ الدور والنشاط الجميل والذي توجه الله به الاتحاد منذ في شهر 5، مم. شهر مايو. كانت ندوة جميلة جدا بدعوة كريمة من النادي المصري بفيينا لإقامة محاضرة عن عالمية الحج وأثرها على الفرد المسلم.
مم. وكان النادي يعج بالأعداد، وطالت المحاضرة أكثر من ساعتين. تناولنا فيها بعض الأسئلة، تناولنا فيها كلمات جميلة وأحاديث لم تذكر من قبل ولم تدرك معه فيها مدة شهر. كنا نجمع الأسئلة عن طريق الواتساب، وحولناها أيضا لمحاضرة طبية أدبية، مم. كيف تكون طبية وأدبية. طيب، في نهاية اللقاء حابب تقول ايه؟ لفئة معينة ولا انت حضرتك بتمثل دلوقتي الاتحاد، للاتحاد؟ فحابب تقول ايه؟ أدعو إلى الشباب وكل الفئات العمرية، ونركز على الشباب والسيدات، أن تهتم بالقراءة، تهتم بأمور الأسرة، النشء، ولذلك سمي النشء، التنشئة والتعويل على طفل مثقف، ابن مثقف، لا أنفر منه بعد ذلك، لأنه عندما أتحاور معه بالثقافة يفهمني. عندما تتحاور بالثقافة الكلمات تقل. الموضوع الذي تعرفه كذا بالرموز أصبح كلما ترتقي العملية التعليمية والثقافية تقل الكلمات. ما الداعي لأن أتكلم في سطرين المحاور الذي يقابلني يعرفهم. الموضوع هذا وهذا، ونركز على الثقافة، القراءة، كتاب في الشنطة نقرأه، تركيز مثل القرآن، الموضوعات الدينية، تمام. الموضوعات التي تحفظ الأسرة، لأننا لو بعدنا عن ذلك سنضيع. أكيد. أكيد. أستاذ أحمد مرعو، رئيس الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والإندماج، شرفتني ونورتني، وأتمنى التوفيق للاتحاد خلال الفترات اللي جاية. شكرا أشكرك لك. أستاذ محمد، وأشكر كل فريق العاملين والفريق الفني والإعداد، وأشكر التلفزيون المصري والشعب المصري العريق، وأشكر كل العرب الذين معنا في الاتحاد، سواء كانوا من مصر أو من الغرب. نورت الدنيا كلها. الله يحفظك. فاصل، شكرا. وبعد الفاصل مع حضراتكم بمشيئة الله هنتواصل.